في مداخلة معانا تقريبا، ثانية واحدة كده. في مداخلة معانا، بنرحب بدكتور محمد صلاح. طبعا دكتور محمد صلاح غني عن التعريف. طبعا هو صاحب دار النشر مؤسسة عدن الثقافية. انا يعني كنت بتصدر معاهم، كان معاهم اصدارين قبل كده السنين اللي فاتت، اللي هو ذكرياتي مع الكرة واشياء اخرى الجزء الاول والثاني. والسنه دي ليه معاهم 3 اصدارات ان شاء الله، كتاب عن سنة البطل، وكتاب عن الوالد الله يرحمه، وكتاب ثالث اسمه كيف نرتقي. فيعني تعاوننا مع بعض من خلال دار النشر الكبير. والى جانب طبعا الدكتور محمد صلاح من الناس السبورتنج جدا ليا في موضوع اللايف، في التقنيات بتاعت اللايف وكده. يعني كان سبورتنج ليا جدا عشان اللايف يبقى بالشكل اللائق يعني. فيتفضل معانا دكتور محمد، احنا سامعين يعني. شريف، ازيك؟ يا رب تكون بخير، وكل المتابعين وكل الاهلاويه بخير. بيقول كتير في صفات انت بتحكي عنها، انا شخصيا ما شفتهاش. دكتور محمد الصوت مش واضح قوي عندي. سامعني كده؟ كده كويس؟ حلو. كانت الفكره عجباني جدا، لان كان في حاجات كده احنا ما نعرفش عنها حاجه. انا شخصيا في حاجات ما اعرفش عنها حاجه. ولادي حابب انهم يعرفوا تاريخ الاهلي ويسمعوا ويشوفوا ان كل جيل موجود، هو مش جيل بيشكي ويندب حظه، لكن هو جيل بيحتفل، بيقول ذكرياته، ماتشات اللي راحها في الاستاد، ازاي كان بيعيش اللحظات الجميله مع الاهلي، لحظات الانتصار اللي دايما بنعيشها مع الاهلي، ازاي الكلام ده كله يتنقل من جيل لجيل. دي كانت نقطه قويه جدا بالنسبه لي ان انا اسمعها منك ومن بعض الاهلاويه التانيين. فكنت حابب اكون مساعد او عامل مساعد في انجاح اي عمل من شأنه ان هو يتكلم عن تاريخ الاهلي. زي ما قلت لك، واحنا بنفكر في فكره كتاب ثابت البطل، انا مش عاجبني ان الشباب بتتكلم على النجوم بتاعتها فلان وفلان وفلان. لا، احنا عندنا نجوم في الاهلي يستحقوا ان احنا نعمل عنهم كتب، يستحقوا ان احنا نعمل عنهم بوسترات تتعلق على حيطان الغرف الشباب، زي ما كنا بنعلق زمان صور الخطيب وطاهر ابو زيد ومصطفى عبده ومارادونا وكل الناس الجميله اللي في الوقت اللطيف ده، السبعينات الثمانينات ده. فاعتقد ان دلوقتي هو دورنا ان احنا نزق الشباب انهم يعملوا كده بشكل محترم. احنا الاهلي ما بينافسش حد، الاهلي دايما هدفه هو المركز الاول. احنا دايما شايفين ان احنا ما لناش منافس، احنا هدفنا البطوله، احنا بننافس على البطوله. دي الروح اللي بتتنقل من جيل لجيل. افتكر في ماتش نهائي الكاس اللي الاهلي كان بيلاعب المصري في استاد برج العرب، وفي الاكسترا تايم جابوا فينا جول، فابني كان قاعد جنبي، فخسرنا، احنا خسرنا. قلت له يعني ساعتها انا كان من المرات القليله اللي اتنرفزت عليه جدا وزعقت له وقلت له احنا بنلعب لغايه لما الحكم يصفر، احنا ما بنقيش الكلام ده. الصوت حاجه كده تمام؟ حلو كده. الحمد لله ان في اليوم ده ربنا كلم مجهودنا بمكسب، كان مكسب عزيز قوي وغالي علينا. فهي دي الروح اللي احنا بننقلها من جيل لجيل. يمكن السنه دي اتكرر نفس القصه في ماتش الوداد لما دخل فيهم، كلنا قلنا لاولادنا الاهلي هيتعادل وهياخد البطوله ان شاء الله. كنا بنتفرج عليه برضه، ابني كان معايا، ابني هلاوي متعصب اكتر مني يعني. فلما دخل فينا الجون هو كان متنفس جدا، قال البطوله راحت، قلت له ما راحتش، احنا لغايه اخر لحظه احنا هنحارب، وخلي بالك افتكر كلامي كويس، الجون ده هو هيكون السبب الرئيسي ان احنا هنكسب البطوله. احنا لو كنا كسبنا 2 كنا هنروح مطمنين، لكن احنا دلوقتي رايحين نقاتل. تمام؟ فساعتها برضه بعد الماتش ده الاهلي قال لي ساعتها قال لي احنا بنلعب لغايه اخر دقيقه، خلاص هو حفظ اتعلم الدرس كويس.
هو ده الروح والفكر اللي احنا عايزين ننقلها من جيل لجيل. احنا اتعلمناها من اللي اكبر مننا وبننقلها للي بعدنا. هيكون في مع كتاب ثابت البطل ان شاء الله يكون في بوستر كبير هديه مع الكتاب علشان الشباب تعلقوا في وضع ثابت كشخص كابتن ثابت، يعني من الناس اللي انا ما اقدرش اقول عليهم كلام ما يوفيهمش. فاعتقد يعني ان احنا فرصه ذهبيه ان احنا نكتب عن نجوم الاهلي ونعرف الشباب اكتر عن حقب زمنيه هم ما شافوهاش. اتمنى ان المداخله تكون خفيفه واتمنى لك النجاح. وعجباني فكره الفيديوز اللي عماله تطلع كل شويه دي، وثابت ومأمور واكرامي، يعني لطيفه خالص. وبعدين بديت روح اللايف، خليت اللايف كده له روح يعني. بس انا عجباني كمان ان فرق التوقيت ما بيننا كبير يا شريف، يعني مش عارف المعادي والرحاب اعتقد الدنيا لسه عندكم نهار. يعني الواضح انت قاعد على البسين والدنيا تمام عندك يعني. ما هو احنا فرق التوقيت بقى، الدنيا عندنا لسه نهار في التجمع، فانتوا عندكم بكل توفيق يعني. ربنا يكلل تعبنا بالخير دايما، وتحياتنا لكل الاهلاويه السهرانين، وان شاء الله من لايف للايف احلى. وقول لنا اللايف الجاي بقى يبقى عن ايه عشان نحضر نفسنا. بعد كده يوم الاثنين نجيب الفشار ونقعد قدام الكمبيوتر كده نستنى اللايف بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا دكتور محمد، انا سعيد جدا بمداخلتك، ويعني ربنا يوفقنا جميعا يا رب ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا. الحقيقه يعني دكتور محمد كان بيتكلم عن كتاب ثابت البطل ان شاء الله اصدار السنه دي ان شاء الله. الحقيقه ثابت البطل مش بس حارس مرمى، يعني ثابت البطل شخصيه ثريه جدا جدا كحارس مرمى وكقائد للنادي الاهلي داخل الملعب، وكمدير كوره وقائد للنادي الاهلي خارج الملعب. ثابت البطل يعني يجسد معنى العاشق لكيان الاهلي، يعني حب النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي بيسري في دمه. ومقولته الشهيره الاهلي خيره على الجميع، من اصغر عامل في النادي لحد رئيس النادي. وهو قال لولاش النادي الاهلي احنا ما كناش اتعرفنا وما كانتش الناس عرفتنا. فالاهلي خيره على كل ابنائه، وده حقيقه شخصيه عظيمه. وهنتكلم يعني فكره الكتاب كانت فكره جميله جدا وشخصيه غنيه وثريه، وانا اتشجعت الحقيقه ان انا يعني اخوض التجربه دي، وان شاء الله تخرج للنور ويبقى حاجه جميله وتحوز الاعجاب ان شاء الله.